ما هو من بعد الفيديو دوت استحالة من بره تاني تشتريه. احنا هنعمل صوص شوكولاتة، مش هنقول عليه اقتصادي، احنا هنقول عليه احترافي. هتدخليه في اي حاجة فيها حلويات وشوكولاتات، وهيبقى معاكي حاجة كدهوت احترافية، مش هنقول عليها اقتصادية. هتجربيه وفي اي حلويات هتدخليه ومش هتبطلي تعمليه. اول حاجه هنا بقى معايا كوبايه ونص من الحليب او اللبن على حسب ما بتسموه بلدكم، معلقه من الدقيق، وهندوبها كويس قوي مع بعضها. اول ما معلقه الدقيق كده هو تدوب، هنزل عليها بمعلقه برضو كبيره، نفس المعلقه من النشا، وهنقلبها كويس جدا ونرفعها على النار، وهنسيبها كده هو بعد ما تعمل معايا مهلبيه هنسيبها على جنب تبرد. كوبايه بقى من الحليب ونص كوبايه من الميه، كوباية من السكر، وهننزل كمان عليهم بمعلقتين من الكاكاو الأسباني الخام. أنا بحب جدا الكاكاو الأسباني. هنضرب كويس جدا المكونات دي كلها مع بعضها. أول لما أحس إن السكر بتاعي داب، هحضر بقى المكون السحري بتاعي. أيوة، أسانس البندق. أسانس البندق ده اللي هيديني طعم وريحة النوتيلا بالظبط. هاخد منها كده حوالي ربع معلقة. هنزل كده هو بسرسوب زيت بسيط جدا من فوق، لغاية لما الاقي الشوكولاتة بتاعتي تقلت والصوب بتاعها كده هو اتكتم في الخلاط. يعني اول ما الاقي كده صوت الخلاط كتم، يبقى كده خلاص الكاكاو بتاعي تقل كده والنوتيلا بتاعتي جهزت. هنزل بقى كده بمعلقة كبيرة من النوتيلا الجاهزة، وكمان هنزل بالخليط المهلبية اللي احنا عملناه، وهنبتدي نضرب تاني. وكده هو خلاص النوتيلا بتاعتي جاهزة. هحطها كده بقى في اي علبة عندي. بصي، عملت معايا حوالي كيلو من النوتيلا. قلنا مش هنقول عليها اقتصادية، هنقول عليها نوتيلا احترافية. هنحطها بقى كده في التلاجة حوالي ساعتين، لغاية لما تتقل معاكي بالطريقة دي. طبعا كل ما هتسيبيها في التلاجة كل ما هتتقل معاكي زيادة. هتستعمليها بقى في اي حاجة في الحلويات، استعملي بقى براحتك. تورت، جاتوهات، دونس، استعملي بقى براحتك.